غير طريقة البسبوسة الجميلة دي. كل اللي دقها قال ده بدوب عليها. شايفين ازاي جمالها شربة شربتها ازاي. يلا بينا نذكر الله ونبدأ الطريقة. معانا كوباية الا ربع سمنة، هنحط عليهم معلقة جلوكوز، بس معلش هي كانت في التلاجة شوية يعني، المفروض انت تطلعيها بدري شوية بس انا نسيت يعني. هنحط عليها كوباية زبادي وكوباية الا ربع لبن، وندوبهم على نار هادية، ومعاهم زي ما انتوا شايفين نص كوباية سكر، وندوب المقادير دي مع بعض جدا. لو المقادير دي سخنت منك تستني عليها لما تدفى لغاية لما تحطيها على البسبوسة. تمام كده. ادي كوباية الزبادي، كوباية واحدة بس. نفضل نحرك فيها كده، ما نخليش فيها اي تكتلات نهائيا. شايفين ده كله بعد ما المكونات دابت في بعضيها. ندخل بقى على المكونات الجافة. كيس بسبوسة واحد هنحط عليه معلقة بيكنج باودر او شيف كيك، انا بحب احطها عشان ما تطلعش البسبوسة كبسة. وهنحط كيس فانيليا عشان تطلع طعمها جميل. والسر في الخطوة الجاية. اذكري الله. معلقة دقيق واحدة هتطلع معاكي اكبر كمية بسبوسة. مش هتحسي بطعم ان انتي بتاكلي اي حاجة تانية غير البسبوسة، بتطلع تحفة تحفة تحفة. جربيها واكتبيلي في الكومنتات. هنحط المقادير اللي احنا دفيناها مع بعض ونقلب البسبوسة. مش بتحتاج تقليب كتير، ادوب تقلبيها مع بعض تشرب المكونات دي وبس. كل ما تقلبي فيها كل ما هتتقل معاكي وهتحتاج تشرب، تاخد مواد سائلة اكتر. فيا دوب نخلط المكونات مع بعض بس. شايفين بعد ما اختلطت المكونات الجافة بالسائلة، هنحطها في الصينية وعلى طول على الفرن. طبعا احنا هنا بنساوي كده يعني تسوية الوش كده كده وكده يعني. بمجرد ما تديها خبطتين على على الرخامة بتتساوي مظبوط معاكي وش الصينية. شايفين ازاي. طبعا هتزيني بأي حاجة عندك، مش موجودة عندك مفيش أي مشكلة. احنا هنا حطينا سمسم. ادي بعد ما رشينا السمسم هنبدأ بقى نعمل الشربات. هندخلها الفرن ونعمل الشربات بتاعها. كوباية سكر وربع كوب تاني سكر، كوباية وربع سكر. عشان احنا حاطين عسل جلوكوز وحاطين سكر في المقادير السائلة، فعشان هتطلع معاكي مسكرة. كوبايتين مية. شايفين بعد ما خرجت من الفرن. البسبوسة الناجحة بمجرد ما تحطي عليها الشربات بتشربه، ما بتقعدش فيها. لو فاشلة البسبوسة ما بتشربش شرباتها. بمجرد ما تحطي الشربات بتلاقيها شربته البسبوسة على طول. البسبوسة لازم تكون سخنة والشربات سخن، الاتنين دول بالذات يكونوا سخنين. كل ما بتحط الشربات بتشربه. شايفين ازاي. ده دليل على نجاح البسبوسة. ويا سلام كمان لو عندك سمنة بلدي وعملتي البسبوسة بالسمنة البلدي وعلى الشربات حطيتي معلقة سمنة بلدي بتطلع رهيبة. طعم وريحة السمنة البلدي. لو وصلتي لهنا اضغطي قلوب وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين ازاي. عمرك ما هتغيري الطريقة دي لو اتبعتيها. اعمليها بالطريقة دي وادعيلي لو انت البسبوسة مش بتنجح معاكي. شايفين ازاي. ما تخافيش لو لقيتي شربات منها لسه باين، لا، بمجرد ما تغطيها 5 دقايق هترجعي تشوفيها هتلاقيها شربت كل الشربات بتاعها. يلا بينا بعد الشربات. شايفين ازاي ولا نقطة شربات قاعدة.
ايه رأيكم بقى؟ هنقطعها هنا، بس معلش انا قطعتها وهي سخنة، المفروض تهدى خالص. وعشان البسبوسة تبقى معاكي جميلة تسيبيها تهدى خالص بره، ما تحطيهاش في التلاجة على طول، تستني عليها لما تهدى خالص خالص خالص، تسيبيها في المطبخ بدرجة حرارة المطبخ على ما تبرد خالص خالص خالص، تحطيها في التلاجة. لو حطيتيها سخنة كده بتحسيها كده عجنت معاكي. ايه رأيكم بقى في البسبوسة العسل دي؟ تستاهل بقكم؟ استاهل عليها قلوب ولا لا؟ شايفين دايبة دوب. طبعا هي هنا كانت سخنة. اتفضلوا معانا. يلا لو عملت الطريقة دي اكتبي لي في الكومنتات وقولي لي ايه رأيك، ولو في اي تكة كده ممكن تكتبيها لي في الكومنتات، احنا كلنا بنتعلم من بعض. شايفين جمالها ازاي؟ يلا صلوا على الرسول واكتبوا لي كومنت. السلام عليكم.